ثعبونة يخافها الجميع في القرية. كانت تعيش في قصر كبير ضخم، بينما بقية الناس يعيشون في أكواخ، ولا يحق لهم لمس أي شيء من مزرعتها الخاصة، خاصة شجرتها الريمادونية التي تثمر تفاحة واحدة كل شهر. قبل نضوج التفاحة بيوم، نامت وهي متحمسة منتظرة بلهفة يوم الغد لتأكلها. وفي الصباح نهضت وذهبت مسرعة لأكلها، فتفاجأت بأن أحد الرجال قام بالتقاطها، فغضبت وتحولت إلى شكلها المخيف. وبينما هي بصدد تحويله إلى رماد، سمعت صوت بكاء بالجوار، فقد كان ابنه يناشد بالإعفاء عن أبيه. هنا تذكرت مشهدا أبكاها من سنوات. لعش طيور رحلوا وهم ينتظرون من يطعمهم، والآن هي لا تريد فعل نفس الشيء بهذا الطفل وتحرمه من أبيه، فذهبت وطلبت من جميع القرية الأكل من مزرعتها. وفي يوم الغد نهضت كعادتها، خرجت إلى البلكونة ووجدت المزرعة فارغة كالصحراء، فندمت على اليوم الذي أشفقت فيه على البشر.